السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل الفته المصريه على اصولها وبكل تفاصيلها، خطوه بخطوه، بكل حاجه فيها، الصوص الابيض والصوص الاحمر وازاي نحمص العيش. لو فتحتم الفيديو واتفرجتم عليه هتلاقوا فيه شويه تفاصيل وتريكات كده هتخلي طعم الفته بتاعتكم مميزه جدا جدا، وكمان ازاي تسوي اللحمه وتطلع معاكي زي الزبده زي ما انتم شايفينها كده. يلا نسمي الله ونبدا على طول. في حله على النار هنسيح فيها معلقه من السمنه البلدي، وهنزود عليها شويه منكهات، فلفل اسود حصى وحبهان ومستكه وكم ورقه من ورق اللورا، تقليبتين ريحتهم تطلع. وبعد كده هنزود عليها اللحمه على طول، واللحمه تكون متقطعه الى حد ما قطع صغيره علشان تستوي معاكي بسهوله وما تاخدش وقت كتير على النار. اللحمه تاخد صدمه ولما تلون هنقلبها على الجنب التاني، وبعد كده هنزود عليها نص معلقه صغيره من السكر. وفايده السكر ان هيخلي انسجه اللحمه تستوي بكل سهوله وتبقى طريه جدا جدا وتطلع معاكي زي ما شفتيها كده في اول الفيديو. هنقلبها على الناحيه التانية ونغطيها شويه لحد ما تنزل العصاره بتبتدي تشربها. هنزود عليها بصله متقطعه على 4 وميه مغليه، ولازم الميه اللي بنزودها على اللحمه او الفراخ او الخضار وهو بيستوي تكون ميه مغليه علشان ما تاخدش معاكي وقت كتير وتاخر السوا. وده شكل ولون قطعه اللحمه من قبل ما نحمرها ولا اي حاجه، شكلها تحفه. يلا بينا نعمل الرز. معلقتين من السمنه الفلاحه عليهم معلقه من الزيت، وهنشوح فيهم الرز بتاعنا ونقلبه كويس لحد ما يتغلف كويس جدا بالماده الدهنيه. هنا هنرجع للحمه هنزودها الملح بتاعها، نظبط الملح ونهدي النار ونسيبها تستوي برده وتكمل سواها. محضره ميه مغليه برده علشان نزود ميه الرز. كل كوبايه من الرز المصري عليها كوبايه وربع من الميه. بحب جدا الرز بتاع الفته ازود له شعره كده من الفلفل الاسود. وهنزود الملح نص معلقه مليانه من الملح على 3 كوبايات من الرز، وهنقلبه هنسيبه على نار عاليه لحد ما يبتدي يتشرب، وبعد كده نهدي عليه النار خالص، بس هنديله تقليبه علشان ما يلزقش في بعضه. يلا بينا نجهز الصلصه الحمراء. معلقتين من الزيت عليهم معلقه كبيره من الثوم المفروم، هنشوحهم لحد ما ريحتهم تبتدي تطلع ولونهم يصفر. هنزود عليهم ربع كوبايه صغيره من الخل، وتكوني مهديه النار علشان ما يعملش بس طرطشه. بعد كده هنزود عليهم كوبايه من عصير الطماطم، وهنديهم تقليبه وغلوه بسيطه. بعد كده هنحط معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم وشويه بابريكا عشان بتظبط بس اللون، لكن ممكن طبعا نستغنى عنها. تقليبه تانية وعلى نار متوسطه هنسيبها تتسبك وتاخد غلوتين، وكده خلاص الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. نرجع نشوف الرز. ده شكل الرز بعد ما استوى تماما، الرز مفلفل وريحته تحفه طبعا. فاضل خطوتين هنجهز العيش والصلصه البيضاء. بالنسبه للعيش بستخدم العيش البلدي العادي جدا، بجيب كام رغيف منه وابتدي اقصقصهم بالمقص مربعات كده صغيره عشان بس يبقى شكلهم متناسق. بحطهم في صينيه مدهونه من السمنه وبشغل الفرن وبرص العيش بتاعي بفرده كويس وبرش عليه شويه من السمنه البلدي وبدخله الفرن على الشبكه بيتحمص، بياخد حوالي 10 دقايق طبعا مع المتابعه بتقلبيه كل شويه. هنا بقى بجهز الصلصه البيضاء. معلقتين من الزيت عليهم ربع معلقه صغيره من السمنه، بشوح فيهم بصلايه مفرومه او متقطعه صغير ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، بشوحهم لحد ما لونهم يبتدي يتغير شويه وريحتهم تظهر. بصوا عايزاه يوصل لدرجه اللون ده. بعد كده بزود عليهم الخل، ربع كوبايه كده برضو من الخل، وبزود عليهم من شوربه اللحمه، بحتاج حوالي لتر من الشوربه. وبزود الفلفل الاسود وشويه من الشطه وده اختياري، بس احنا بنحب الفته تبقى مشطشطه كده شويه. وبنديها تقليبه وغلوتين على النار. والصلصه البيضه دي هي اللي بسقي فيها العيش. كده خلاص كل مكونات الفته جاهزه، وده العيش اتحمص في طبق غويط شويه وابتدي اسقيه من الشوربه واديله تقليبتين كويسين لحد ما يتشرب كويس وياخد من طعم الخل والثوم والبصل. وعلى فكره التركيه دي مهمه جدا جدا، تخلي الفته بتاعتك طعمها مميز جدا جدا، جربيها هتنقل الفته في طعم تاني خالص. ده طبق الغرف، رصيت العيش وعليه الرز. ببتدي بقى احط كده معالق من الصلصه الحمراء، واللحمه شوحتها بفصين من الحبهان وفص ثوم. شوحتها يعني حمرتها تحمير بسيط كده خالص لحد ما اخدت لون، هي طبعا واخده لون مستويه بس تاخد من ريحه الثوم والسمنه. بصي شكل اللحمه مستويه زي الزبده وطعمها وريحتها تحفه جدا. وبس كده طبق الفته بتاعنا جاهز للاكل. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا. بزينه باوراق من البقدونس او اي خضره علشان بس نكسر اللون. وبس كده الفيديو بتاعنا انتهى. عايزاكم تجربوا الفته بالخطوات دي وبالطريقه دي، اوعدكم هتاكلوا احلى فته. متنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. اشكركم جدا، سلام عليكم.